أهلين ليلى. كيفك؟ منيحة، عم بشتغل. حكالي شوكت شو صار. عن جد؟ معك حق تزعلي، هو غلط معك، بس انتي بتعرفي شو وضعه، تفكيره كتير مشوش. أكيد هو مو قصده يساويكي بفتون، بس وقت اللي شافك مع حدا تاني ما قدر يستوعب. بس انتي بتعرفي قديش هو بيعزك، مو؟ هلأ هيك أنتِ عم تقولي؟ مو أنتِ يلي طلبتي مني إني ما أوثق فيه بالمرة؟ وقلتي لي إني لازم حكم عقلي. شو اللي تغير؟ تغيرتي لما رجعتي على البيت ولا أنتِ عم بتحاولي تصلحي بيناتنا بأي طريقة؟ لا طبعا مو هيك، بس لأني شايفته قديش مقهور. وأنا مقهورة كتير ليلى، مقهورة وزعلانة على حالي ورح موت من الظلم، لأنه على الرغم من كل اللي صار أنا ضليت واقفة جنبه. قلت لك هالشي من قبل، بس هو ما قدر يوثق فيني. إيه انتي معك حق، بس انتوا لازم تحكوا. بترجاكي ليلى، أنا ما عاد بدي أحكي وما بدي حدا يتدخل بالقصة. خلص نحن حلينا هالشغلة بيناتنا وانتهينا. طيب خدوا فرصة، عدوا حكوا. ما عاد في شي ينحكى، بس هو مقهور كتير. وأنا كمان مثله مقهورة. لا تواخذيني ليلى، مضطرة أسكر، عندي بروفا والزبونة عم تنتظرني. ماشي، بس رح شوفك. ايه مع السلامة. سهى اتركيني إذا بتريدي. شو وين سهى؟ هي بالحمام قاعدة عم تبكي جوا. شو صاير، ما حكيت شي؟ لا بس مبين إنه في شي خاص. مو مشكلة، انتوا لا تصروا عليها، هي بتحكي إذا بدها. معقول نسألها؟ هذا اللي بدنا نستعمله؟ إيه هاد. تشربي شاي؟ لا شكراً. أهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. أهلين فيكي بنتي. سهى جوا ما هيك؟ إيه جوا، بنادي لك ياها؟ لا أنا بروح لعندها، يعني إذا ما كانت مشغولة. لا فاضية، تفضلي. شكراً بنتي. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أمي، مرحبا. خير إن شاء الله. أنتِ من وين جاي؟ كنت بدي أتصل على الموبايل بس قلت لحالي بيجي لعندك أحسن. شو صاير؟ تفضلي قعدي. لا إذا بتقدري تفضي حالك بنطلع لبرا. طيب بنقعد بالصالون. خدوا راحتكم، أنا أصلاً عندي شغل جوا. لا تزعجي حالك، نحن بدنا نطلع، أصلاً عمك أحمد عم ينتظرنا تحت كمان. ماشي يلا. عن إذنك. أمي شو صاير؟ امشي هلأ بحكي لك. المخلوقة اجت ودقت بابي، شلون بدي أقلعها بنتي؟ بعدين أنا ما أعطيتها وش أبداً، بس عاملتها بذوق وفوتها لجوا. انت عملتي بأسلك يا روحي. ما عملت قيمة للعشرة اللي بيناتنا، معقول تعمل معي هيك فصل ناقص؟ هن انتهوا بالنسبة لإلي وبحياتي ما رح أطلع بوش واحد منهم. اسمعيني منيح سهى، شوكت كله على بعضه لازم يطلع من راسك، لازم تنسيه أمي. وهي قدام عمك أحمد خلينا نحكي على بساط أحمدي. أصلاً هالشغلة من الأول ما كانت لازمتك، سوابق وما في مصاري وفوقها فتون كمان، وما عنده شيء إلا كومة هالمشاكل اللي حاملها فوق ظهره، وهي علقنا مع أهله كمان مشان تكمل. بس أنا هلأ مستحيل أصفالهم وأرجع مثل أول، هذا من سابع المستحيلات، وأنتي لازم تعملي مثلي. أمك معها حق يا سهى، والظاهر أنكم متخانقين مع بعض. إيه حكيت له، هذا عمك، خليه يعرف شو عم بصير معك. أحسن شي يا بنتي إنك ما تزعلي ولا تزعلي أمك، خلاص انسي، التفتي لحالك بقى. نحن تركنا بعض. الصبح اتصل فيني على الموبايل وقلت له كل اللي لازم أقوله وخلصنا. عم تحكي عن جد؟ انطوت صفحة شوكت من حياتي نهائياً.
ألف الحمد لله، هلأ حاسة حالي خفيفة مثل العصفور. بكرة بتنسي، بكرة بتنسي، الأيام الجاية بتنسيكي كل الماضي. خلص سهام، اتركيها، اتركيها تبكي.